في صحراء سكارة تحت الرمال اللي شايفها ساكتة كان في باب محدش يعرف إن وراه سر كبير. وفي يوم من الأيام البعثة المصرية وهي بتحفر سمعت صوت طقطقة خفيفة كأن التاريخ بيقول افتحوني. أول ما الباب اتفتح طلعت ريحة الزمن القديم، جواه صفوف من التوابيت، كل تابوت متقفل كأنه لسه مستني صاحبه يرجع. العلماء وقفوا مذهولين لأن التوابيت دي سليمة ما اتفتحتش من أكتر من 2500 سنة، وكأن الزمن حب يحتفظ بيهم زي ما هم. جوه التوابيت لقوا تماثيل صغيرة ونكوش غريبة بتحكي عن كهنة وملوك، بس فيه نكوش محدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. كأن المقبرة دي بتحاول تقول حاجة بس بلغتها هي. الناس كلها اتكلمت عن الاكتشاف ده، بس اللي شافه بعينه حس ان المكان ده مش مجرد مدفن، ده بوابة مفتوحة على لغز كبير لسه ما اتفكش. النهاردة المقبرة دي بقت جزء من المتحف المصري الكبير، بس كل مرة الناس تقف قدامها يحسوا انها بتبص عليهم وكأنها بتسأل فاكريننا ولا لسه التاريخ عندكم مجرد حكاية؟